السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صوص الفراولة، ان شاء الله يعجبكم. ارجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحم موتانا جميعا يا رب العالمين، وجزاكم الله كل خير. يلا بينا مع بعض على الطريقة. هنجيب كيلو فراولة ونغسلها كويس، اهم حاجة نغسلها كويس من الرمل. تمام، وقطعناها بالشكل ده وحطينا عليها كوباية سكر. ده كيلو عليه كوباية سكر، نص كيلو عليه نص كوباية سكر. وحطينا عليه شوية صغيرة من ملح الليمون. ما عندكيش ملح ليمون تقدري تحطي عصرة ليمونة. تمام، وهنرفعها على النار، هنقلبهم كده كويس جدا ونرفعهم على النار. وما تغطيش الغطا علشان خاطر ما تفرش وتبوظ لك الدنيا. تمام، لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. تمام، مفيش 10 دقايق بالظبط. وبعدين هنضربها في الخلاط او بالهاند بلندر بالشكل ده. عايزه تصفيها مفيش مشكله. انا مش هصفيها، انا بحب اللي هي البذور بتاعه الفراوله دي، عشان بحس فعلا ان هو صوص فراوله طبيعي. وبعدين ارجع ارفعها على النار لحد ما القوام بتاعها يدخل معايا بالشكل ده وتبرد، وتعبيها زي ما انت عايزه. طبعا لونها ده طبيعي من غير اي اضافات، ولا جيلي ولا بودره جيلي ولا لون احمر ولا اي حاجه. لو اللون بتاعك مش احمر قوي تقدري تحطي لها معلقه جيلي، من اللي هو البودر ده، بودره من اللي هي بتاعه الجيلي. تمام، وتعبيها خلاص وتبقى تمام معايا كده. انا بحبها بالبذور بتاعتها دي، تقدري تصفيها بمصفى وتديكي قوام يعني اخف من كده، ولكن انا بحبه القوام ده طبعا دي حاجه حسب رغبتك. زيني بقى تارت، تشيز كيك، تورت، حلويات جميل جدا، ايس كريم في الصيف حلو قوي. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.